قلبك. المهم سكتنا عن الموضوع. حكينا مع زلمه نفسه، وزلمه نفسه حكى معاه. زنوا بالبث قولوا له الزلمه اللي بعث له المصاري قاموا يقول له انت عم تكذب يا بطل، الحزاني بعثت لك 1500 دولار. شلون عاد يقول ابو امير كذاب؟ يقول له ها تليفوني انكسر وعشت بالغابه وما عندي حقه ورقمك راح من عندي. ونقول له عايش حاط لنا حظر؟ ونقول له لا ما حطينا حظر. ونقول له لا حاط لنا حظر، هذا رقمك عندنا. المهم بعد شوي ونقول له احذف الفيديوهات، ونقول له الحزاني حذفت الفيديو تو هذا الصوت موجود ان انحذف الفيديو. الحز راح العانك تفكرني كذابه، خليه اللي باكر. قلنا له يا ابو بطل خليه اللي باكر بس الله يعاقبك. والحز قولوا له كلكم الله لا يسامحه لا دنيا ولا اخره. اني دحجم راح يجي يوم، دحجم يجي يوم واكبر واصير ويصير عندي مصاري واشتري والبس واكل واعالج بنتي واسوي كل شيء انا اريده. ما بعد الضيج الا الفرج. واني من النسوان اللي تحمل الزينه والشينه، بس الله يفرجها علي حاطه عيني بعين رب العالمين. ما حدا طلع طلعتنا على اليوتيوب خلال 7 شهور الا نحن. الناس صار لها سنين طلعت ويانا. الحمد لله على كل شيء. اول شيء الله يشافي لي بنتي واقوم بخير وسلامه بعد ما اولد. اني ما احط بقلبي على ناس ما تستاهل وناس ما بيها شرف وغليله اصل مثله. كنت ردحويه ببيتي، مو عيب انا قاعد زلمه غريب ببيتي؟ يا خساره وتفوع على الشوارب واللي بوجهه لسه دا اجيبه. والحمد لله ربي ما جابك على بيتي الحمد لله. قال دي نحويه، احاوي كلب وما حويك. يعني انا الهامسترات اي والله حوين، هذول هامسترات مساكين حيوانات روح وما حاوي كلب مثلك كلب مشاهدات. مره دقه ام وطن تبكي تقول لي ام امير اني ما اريد. اول شيء حكت معي ام وطن اني ما اريد اصور واني ابكي. وشاتلينها اخوتها شاتلها اخوها واختها كانت يمها ويجوز حد يحضرون بثي ترها وبثي اكيد يتصور 100%. شاتلينهم. المهم راح مرفع دعوه، الدعوه ما طلع منها شيء لانه ابو وطن يطالع مرته غصب على السوشيال ميديا. المهم شالها وخذاها على انطاكيا. ما بي بعد شهر وانه اكيد سمعتم قصه البياتي لما نصب عليه قال مسوي عنده اعلان ب1000 دولار. يا ولاني لون عندي 1000 دولار ما اسوي بها اعلان اللي غناتي لون اموت. احطها مشان غنات يوتيوب الله لا يسامحك. احطها لبس الهصبي اقعد ما اقعد وما احطها 1000 دولار لليوتيوب. 1000 دولار ديك الحسبه. المهم ما حكينا بالموضوع. نزل اثبات وبعث لنا صوره الوصل انه البياتي ناصب عليه. سكتنا عن الموضوع. حكى على بن سوريا قولوا له لما دقيت على مامير والله الشاهد الله كنت قاعده اسوي فطور، مسويه فطور وحاطه بيض مسلوق وقاعده اطعم ولادي. والله والشاهد الله قاعده اطعمهم ويدق علي ويقول لهم امير تذكرون نزل بن سوريا دعم المحمود وفاتن؟ ابو وطن دي طق دي يموت دي ينتحر. خلاص دعم الجماعه طلع مشلك بيهم. المهم يريد يسوي قال ابن سوريا مو قال العالم اللي تزت بنها واللي تنكس ريدها وتطلع وتصور بالتخت وبالفرشه. الحمد لله نحن ما صورنا هيك شيء بس هو صور. فاللي بيه شوكه تغزه، اللي بيه شوكه تغزه. فهذا ابو وطن ايش سوى؟ شال وطلع فيديو انه ابن سوريا عم ينتقدوا. اول فيديو طلع وبعد ما انتقدوا ابن سوريا بعد 3 ايام رد دق علي واني قاعده على دفتر مثل ما قلت لكم ونقول اني والله يا ابو امير بالشغل. قلت له ابو امير ما عنده تليفون ياخذه معه، اني تليفوناتنا شركه يعني اول ما كنا طالعين. قلت له تمام. ونقول ده اطلع احكي على بن سوريا واقول زلموا ضربوني 3 زلم والله شاهد الله والله يعاقبني بعيد الشر عني وعن البوطني اذا هذا الحكي مو صحيح. قلت له ايه؟ ونقول اريد اطلع اني مشتول واظبط حالي واضرب حالي. ابو وطن يسوي كل شيء مشان المشاهده لا تستبعدون. ونقول وشوفي الله يضرب ترند الله يضرب ترند. المهم نزل فيديوين 3 4 ما زبطت معاه. ايش راح سوى؟ راح حط مصاري على الفيسبوك مشان تعليقه بن سوريا ما يشوف التعليق اذا ما اندفع له مصاري. التعليق بده 12 ليره تركي تشوف التعليق. اكيد كلكم تعرفون هذا الشيء. بعد ما شاف ابن سوريا التعليق شفتهم يجوز اللقطه هو حطاها ابو وطن على التيك توك انه ماشي يا ابو وطن ابن سوريا ما يحب المشاكل بعد عن الجنب. ونقول له تمام. هذا خذاها اللقطه ابو وطن وراح سوى عنها محتوى ثاني انه ابن سوريا بده يدعمه ويعتذر منه غلطان بحقه. يا ولد انت اصلا ابن سوريا شايفك؟ يا ولد ابن سوريا اني رحت له على البيت وقعدت وياه 3 4 ساعات وما شافني. انت دي يشوفك يا ابن الناس؟
والله العظيم. وجاي اليوم منزل فيديو علي والعالم اني دحجم. الحقيقة الا ما تبين يوم من الايام، والكذب حبله قصير قصير. بس اتمنى العالم جت كتبت لي تون انكم عائلتم على بوطن وموطن وهيج، اتمنى ما ترجع تشترك عندي، لانه اني ما يهمنا الاشتراكات هيك. اني ما اني مثل ابو وطن ادور على الفضايح تراها، لاني باكر الا يجي يوم من الايام وتصير قناتي وتعطيني مثل ما عاد تعطي لغيري، وعالج بنتي. والله كريم، والله كريم. بعد 3 شهور ان شاء الله نبلش بعلاج البنية. بس يا ابو وطن اني ما ادعي على الويلات، ان شاء الله تلاقيها تتلقاها وما تتوقاها. حاجة تقرين مو عاجبك بثي ينقلع من بثي ياو، المو عاجبه من بثي ينقلع. شلكم بيني هذا بثي اني حرة بيو، مو عاجبكم بثي انقلع. شبيها بنتي قصة ثانية، لا تذكروني بالموضوع، قسما بالله أنا انحر من هذا الموضوع. أنا استجمعت قواي وجيت أحكي تراها، استجمعت كل قواي الخارقة وجيت أحكي ما أبكي. بنتي لا حد يجيب طاريها رجاء، بنتي يجي يوم وتتعالج، بس بعد ما تتعالج ونصير على نياتكم ترزقون، وطالما قلوبنا بيض وصافية ألا يجي يوم من الأيام ونصير وأب وطن مثل ما انتقد العالم زاد احنا دورنا. باكر يجي حدا يبتلي بيه، محمود وفاتن ما خلصن منه، ابن سوريا ما خلصن منه، بنت منبج ما خلصن منها. شنو النوب؟ تقدم مين؟ البياتي؟ منير جوهر من كم نهار مطالعة يكذبه؟ مين النوب؟ يعني ما نستبعد عنه، بس احنا تعرفون شنو اللي زعلتنا؟ اللي زعلتنا انه اني قلت لك هو اللي زعيو البيت ما يوسعك عيوني توسعك، خلوا يجذب هذا الشيء. قلت له كرمال وطن وطن. قال له انت شو مجيبك على يزلمه لحالك؟ يما اني المراه استحملها ببيتي، بعدين اني معاي ابن حماي وبيتي ضيق، يعني كرما مني قلت لك تعال تياخذك تياخذ وجهك البيو يا حفت الشوارب عليه اصلا. اني من النوع اذا غبيتها بقلبي الا انجلط وما اقدر، اذا حبستها بقلبي والله العظيم. الحس جوزي اليوم هيك ماني مراقب شي خالص، فراح يجيب لنا اندومي بدي اسوي عشاء اندومي جد يعني. والمصحف الله لا يسامحه، الله لا يسامحه، كاد لي حق الله ياخذه، اذا لي حق الله ياخذه، واذا مالي حق الله يبعث لي بلوى على قدي. شوفهم اني ماني مرة طالعة انه تفكروني على الكذب الا يوم ما يخلص. اني مرة حامل مو بروح بروحين، عندي توم والله يسر لي بالتوم الثانيين، وباكر بس اولدوا يصيرون عندي الولاد اهم من كل الدنيا، بس عاد احاول اني اعيشهم حياة احسن من انا اللي عشتها اني. والمصاري تجي وتروح، والفضيحة تجي وحدة وتروح بدالها وحدة، كل نهار عاد تنزل على السوشيال ميديا فضايح جدد. بس اني ما يحزر وما اتكرم وما اتنزل اني اذكر اسمه بقناتي، ما اتكرم اصلا. لو انه مو طالع ويا جمعة شيخ وكان اني صورت معاها، بس كلب طلع ويا كلب شو مجيبوا علي؟ خالهم هاش ما سووا عني فيديوهات، ما سووا. انا عارف حالي ايش بي عندي، وعارف رب العالمين ويايا واقف، وخالهم يعني هم بالعكس عايشيلون ذنوبي وغير جداناتي. لا تقول الحز انتي طالعه منش للنار، ايه اني مني للنار، انا عارفه اني اروح على النار، ما حد له على غبيني. كل العالم ديك الطالعه ما تروح على النار وانا اروح على النار. والله اليوم كنت معاد ادور وحده لابسه شورت وشلحه وش اسمه قال له مغيره شعرها من الفير للسبل، ولك انت عسل، لك انت بتجنني صايره. ليش؟ لانها تطلع بثات مباشره مع كل واحد. ليش؟ لانها تترقص. ليش؟ لانها تتهزهز. ليش؟ لانه لبسها شلخ ملخ، مكياج كل نهار طرز. بس ثاني اللي لانه اتعب على محتواي ولبسي مو مثلهم ما اطلع مع حي حدا. الحزجاني 1000 طلب ما اطلع مع حدا، ان شاء الله جابرني اطلع وياهم. بس يا خساره ويا حيف عليك يا ابو وطن اصلا. ويا قال اعتبرته من العيل، وليت ياخذني قسما بالله علواني ميته، ولاني حاطط له قيمه، ولاني حاطط له قيمه هالكلب الواطي. لا هو كل حلمه باكر يحذف الفيديو بعد باكر مثل ما حذف الفيديوهات اللي علينا قبل، حتى نتركوا ما عاد يهمني. ليش؟ انه كلبه ما يبين بعينه شيء، مشان المشاهدات مشان المشتركين يساوي كل شيء. لا تستبعدون هاي الدنيا صارت قليلة اللي قلوبها صافية وطيبة ونيتها
يجوز ما تعرفون يعني تقولون يجوز عاد تمدحها بحالها. حزاني مرة الحمد لله شفتها محتواي وفيديوهاتي، عندي 80 فيديو ما ادري صار 81 82 ما اعرف يعني والله الحمد لله. يعني شوفهم فيديوهاتي كلهم يختصن بيني، ما حكيت على حدا، ما اتدخل بحدا، كثير يجيني انتقادات، يقولوا لي قوية، يقولوا لي كلام مو زين. يعني أنا مرات أزعل بس رد أقول كل واحد هو تربيته هو وأخلاقه. يعني زاداني خلقة رب العالمين، زاداني تتمسخرون على صوتي وعلى حكي، هذا رب العالمين الحمد لله هو اللي اعطاني، واني اتحمد ربي الف الف مرة، بس يحف على الجمال اللي عند الناس وما على اللي تقدروا. مثل هاي التركية اللي صار عندها خلال يومين شروق خلال شهرين ثلاث طلعت على 5 مليون. ليش كله اغراء وتجميل. وعليش الحزلون انا اطلع اتكهكه مع هذا وانعزم مع هذا وزلمتي مو معايا واطلع بس كل نهار مع حدا معايا واظل وجه الساعة 5 6 الصبح ولي الله لا يبوسون رجلي ويتابعوني كلياتهم ولي الله. بس عالم ما تحب الله. خلوا يطلع بث، اش ما يريد يحكي اش ما يريد. انا عارف اني مرة ما غلطت عليه بشي ولا اجيب الطاري عرضه ولا اجيب الطاري ابنه. اني ماني مثله اظل احلف هاتم وطن براس وطن، بس يكون اسمه وطن ابو وطن انت تعرفون انه اسمه مو وطن ومو وطن. هالكذاب الله ياخذه يجذب. حاج تحكين اني عايش طالعه بث متى احكي ولا طالعه اسكت هيك الطم على وجهي واسكت. والله شرغلة شقت ما يشرغش ليها معاي يعني شليها معاي، هي مرة بحالها وانا بحالها. بس انا عاد اقول لكم حطهم مثال، يعني ما غلطت على حدا، ما غلطت الا على هالكلب الشهرة هاد اللي ما خلى طريقه وما يريد يجيب مشتركين ولا وطلع لي الزين. هو ترى على حساب كان مرته ورده هو قام يطلع بيه وطان روحي سجلي فيديو قولي الرد الابن سوريا وكلهم يحطوا لنا ديسلايك وخلهم يحطوا لنا. ما يحط لك لايك انت يعني وانت عم تفتح المشكله مالها وجود. لك ابن سوريا كلك على بعضك مو معبره. كان ضليت قاعده معاه 3 4 ساعات تهرجنا وطلعنا وكان موضوع وخلاص. ام سيف جيفار العلي هذول هم اقدر اروح اقول لهم على البيت واصور فيديو واني وصلتين وغطشوني ما صوروا معي ينفضحون. بس اني ماني من النوع اللي يدور على الفضايح، اني ما راح اطلع محتواي وارد اعيش ولادي وارد اعيش مثلي مثل العالم. ايش ليكم علاقه معي؟ اني ماني من النوع اللي يحبس بقلبه وها نجسه اي معلش خليه الله ياخذه خلوا تمج. انا من النوع اللي اذا ما حكيت اللي بقلبي انجلط. والله التعاليق صارت طيارة يا جماعة. خيو اللي مو عاجبه محتواي والله ما بداعي يفوت يشوف ويتنمر تراها، والله ما بداعي. محتواي هذا اللي اقدر عليه واقدمه. ما عندي مصاري اروح اصور لكم على البحر وما عندي مصاري كل يوم البس وما عندي مصاري اروح يعني خلوها بالقلب تجرح ولا تطلع برا وتفضح. بما انه عارف البثات يتصور انا مشان جاهزين العالم للنشر. عم يقولوا الاسمر ولك انت اصلا بس شرد اقول الاسمر الحمصي يسوى 1000 زلمه بشهامته وكرامته. ما اعرف والله يعني الحمد لله اني فعلا يتيمه بس حسيت انه كاخ لي انه على مجرد انه ما يجينا على البيت مشان ما حدا يحكي يقولون جاء على البيت. بس يا عيب الشوم يا خساره. معناته بيسان ايش كانت تسوي مع جواني ولا مع مرسال وردت مع شو اسمه هذا الجديد انس ولا وقبل كانت مع مين. معناته هذا استغفر من ابكى خافم الله شوي. لا تحطونه بعرض العالم يجي يوم والدنيا تدور يا ولو تدور. لا تحكي على بيسان، انا ما احكي على بيسان عاد احكي الصحيح.
علاش ما تقولون هيك وهيك؟ لا اني معناته ما دامك تحبين بيسان روحي دافعي، روحي صوري مع بيسان، تعلقي لها. بس اذا حطيت لك قلب على تعليقك او قردته اني الحز اجيش ما تريدين اسوي لك. لك بيسان شايفتك ومعبرتك، الله ياخذ المهبول. والله العظيم يا جماعة لحظة توني شفت التعليق هذا حدا انه مامي ام وطن عم تطلع غصب. والله العظيم غاصبها، والله ما تفعل الصور، والله والشاهد الله. والله ابوها اصوات ابوها عندي ترى، ها اصوات ابو ام وطن. هو ابو ابن قصدي جوزها بعث لي اياها، اذا انك بالبث تتذكر ما بعث لي اصوات ابو مرتك ولا ما تتذكر؟ ولا بداعي نطلع على مخباي؟ والله قال لها يا بنتي ما دامش تطلعين على التوك توك لا بنتي ولا عرفتش، هيج قال لها. فبعث لها الاصوات ويريد يروح يشتكي، راح اشتكى على ابوها وامها. ها راح اشتكى على ابوها وامها، ما طلع لهم ما طلع له شيء. ليش؟ هو قال جمشتلوني كذاب. هم راحوا له على البيت دشوا الباب فاتم قالوا له ما تطلع هيك اختنا على التوك توك، خلها على اليوتيوب بس ما تطلع على التوك توك. قام بما انه وجداناتي راح اشتكى عليهم ما طلع شيء، كذاب ما شتلوه ولا شيء. جماعة حكوا بالمختصر مفيد، خيو احنا هيك ما نريد. لا بوطن دم لا اكيد تعرفونه، يعني صار الف قصة سوالها من ما عنده مشاهدات يقوم يدور على القال والقلت ما لقى عالم غيرنا. احنا شكلنا له بالله حطهم حالكم انا جاي اسالك انت يا المتابع، بالله فلان بعث لك هو زلمج قال لنا كتبوا له قولوا له انت علاش حضرت الجماعه اللي بعثوا